برج الحمل. نتحدث عن شهر أغسطس، عنوانه شهر الانقلابات على أسوأ العلاقات. هذا الشهر يشهد توزيعة كوكبية للخلاص، تدعو أو تجعلك في مرحلة الخلاص من كل شخص ما عندوش إخلاص. نزعة قوية، تغييرات غير متوقعة، مشاعرك وميولك تتحكم مع الحظوظ المالية، لكن الفترة لن تستطيع فيها الإبقاء على كل شخص كنت بتنافق نفسك عشان تجامله، كنت بتيجي على نفسك عشان تجامله. فترة مهمة خاصة للمعذبين في حياتهم والناس اللي تعبوا في حياتهم. هتكلم معاكم بالتفصيل عن هذا الشهر المنتظر، بغض النظر عن انك ستنقلب على البعض، لكن الحظوظ المالية في القمة بأمر الله. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقة والعلم بجد، والعلم بجد، اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة مكالمة مباشرة، اتصال مباشر الساعة 2-3 بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا الأقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة، ونبدأ في حلقة قوية ومهمة في حياة حبايبي برج الحمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحمل، شهر أغسطس 2025. نتكلم عن أيام فارقة يحدث فيها الفارق، لكن من بداية الشهر الشمس متواجدة في برج الأسد تجعلك الأكثر حظا في أي قرار يتعلق بالعلاقات والمال. فترة أول أسبوع هيكون فيه هدوء، مفيش الأمور الصاخبة إلا عند الناس اللي فعلا عندها مشاكل وأمور صعبة، لكن الكثيرين منكم هيعدوا فترة هادية شوية. لغاية إمتى؟ لغاية يوم 7. أول التحركات الكوكبية الجديدة التي تصنع معكم فارق كبير يوم 7. يوم 7 أول الأيام، والمريخ ينتقل إلى برج الميزان. تاني يوم، طبعا هشرح بالتفصيل دلوقتي، تاني يوم القمر ينتقل إلى قمر مكتمل في برج الدلو، بيتك ال11 يوم 9. يوم 23 الشمس تنتقل إلى بيتك السادس. يوم 26 الزهرة تنتقل إلى بيتك الخامس، وهتعيش أحلى أسبوع مالي وفي العلاقات آخر أسبوع وبشرة خير. طيب ناخدها من البداية. المريخ، وما أدراك ما المريخ. المريخ كوكب صفاته نارية جدا، صفاته المنافسة الشرسة، اكتشاف الحقائق، العلاقات العاطفية، بانتقاله لهذا البيت اللي هو البيت السابع لك. برج الميزان في الخريطة الفلكية العامة هو البيت السابع المقابل، وأنت بالنسبة له برضو البرج المقابل. عارف أنت اللي واقف لك كده، حاجة واقفة لك، دائما بيبقى البرج الصعب بالنسبة لك، دائما هو يمثل لك بيت العلاقات وشريك الحياة وأيضا أمورك في العمل. لكن المريخ تأثيراته خطيرة جدا، بانتقاله لهذا البيت، بيت الزواج والعلاقات العاطفية وحياتك ومنزلك، يصنع مع الكثيرين تغييرات جبرية بالإجبار، تغيير إجباري. ليه؟ المريخ يشعل وضعك أنت مع شريك الحياة خلال الفترة. لو أنت، خدوا بالكم النقطة دي مهمة جدا، لو أنت في أمر ما ليس مناسب أو وضع مش مرتاح له أو العلاقة مش أحسن حاجة مع شريك الحياة، فهي فترة خطيرة جدا، خاصة لو أنت شريك الحياة برج ميزان أو برج حمل زيك. فترة من الفترات التي ستكون بمثابة اختبار شديد واختبار قوي جدا لمدى قوة ومتانة العلاقة. بداية من 7 ناخد بالنا كويس جدا على أمورنا العاطفية، منزلنا، حياتنا، وأيضا ناخد بالنا من ما داخل المنزل، مقدراتك،
الأماكن، الأجهزة، ضياع الأشياء، خاصة صدمة البدايات أول يومين ثلاثة من بعد يوم 7. لكن الأمر الأهم هو مشاعرك الحقيقية مع الزوج، سواء كنت رجل أو امرأة برج الحمل، الزوج أو الزوجة. ناخد بالنا كويس. يوم 9 قمر مكتمل في بيتك ال11. هنا تتحسن الأجواء، وزي ما يكون سبحان الله هذا القمر المكتمل يأتي بالإنقاذ. ليه؟ قمر مكتمل في بيتك ال11. بيت ال11 هو من أهم وأقوى البيوت التي تتمثل في حياتك القادمة، مشاريعك، نجاحاتك، وعلاقاتك الجديدة، وتطلعاتك وأهدافك القادمة. قمر مكتمل عندك أمر مهم يكتمل معك، عندك قرار مهم تجد فيه الموافقة وهو يوم رائع جدا. عندك يوم مهم فيه بداية مشروع، ممكن مشروع حياتك أو بداية الموافقات تأتي إليك. البعض من الممكن أن يحقق هدف مهم طال انتظاره. انتظروا الأخبار السارة. انتظروا الأخبار السارة يا برج الحمل. وزي ما قلت قمر مكتمل بيجعلك تؤكد على ما ستقرره يوم 7. يعني القمر المكتمل يوم 9. ليه؟ لأن القمر المكتمل يوم 9 في بيت البديل، العلاقات البديلة أو العلاقات الجديدة. فأنت لو خدت قرار مهم يوم 7، وارد جدا يوم 9 تتأكد من أن قرارك ده صح، نتيجة لمستجدات هتدفعك انك تتأكد او ان انت متأكد من قرارك. علاقة جديدة، حد يقول لك مثلا، او في ناس جديدة، او مشروع جديد يلهيك عن الماضي، في حاجة هتخليك تستمر على قرارك اللي ممكن تاخده بداية من يوم 7، لان الحظوظ كبيرة جدا مع المستجدات بداية من يوم 9. يوم 23 الشمس تنتقل، طبعا اللي انا بقوله ده مستمر معاك لغاية يوم 23 الطاقة دي. يوم 23 الشمس تنتقل إلى بيت العمل والصحة. هنا تبدأ نوعا ما فترة مهمة جدا في العمل ومستجدات العمل والأمور الصحية، وفترة من الفترات التي ستغير أسلوب حياتك وتغير نظرتك بالنسبة للعمل اللي بتعمله. والبعض منكم من الممكن أن يبدأ مشاريع مهمة، أو يبدأ أنه يفكر أنه يضيف مشروع لحياته عشان يحسن من أموره المالية. أما بالنسبة للصحة فناخد بالنا خلال الفترة من الأمور الصحية. يوم 26 أسعد الأيام، نتيجة انتقال الزهرة إلى برج الأسد، انفراجة في المال والعمل وفي بشرة خير آخر أسبوع. وهنتكلم بالتفصيل عن كل تحرك كوكبي خلال الشهر، خلال شهر أغسطس. هنتكلم عن يوم 7 منفردا، وكل يوم يحدث فيه تحرك كوكبي الأربع أيام المهمة هنتكلم فيه عن تأثيراته منفردة وبتفصيل أكبر بأمر الله. هاي تاني تنويه الناس اللي بتتابعنا، اشترك وتفعيل الجرس يصلك من كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقه والعلم بجد، اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره ساعه 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا، كل حظا، كل شيء، ودي امانه وحياتك امانه. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم. يا رب كده حبايبي برج الحمل جميع الابراج دايما تكون بامن وامان. السلام عليكم.